مش معنى اننا نختلف في الرأي ان ده يعطيك الحق انك تهني او تغلط فيا. اهلا بيكم. لو اول مرة بتشوفوني، انا لمسة قلب ودي قناتي. يشرفني جدا تكونوا من عيلتي الجميلة، ولو من متابعيني وحبايبي ما تنسوش لايك وكومنت حلو منكم عشان تساعدوني ان القناة تكبر بيكم. طالما بنطلع على السوشيال ميديا او حتى في حياتنا العادية هنتكلم ونتناقش، فده هيخليك تتحط في مواقف معينة، بس في خطوط حمراء للأسف ناس كتير بقت بتتجاوزها، وهي فكرة اننا نختلف مع بعض في الرأي. النهاردة هنتكلم عن قاعدة مهمة جدا، وهي ان احترام الرأي لا يعني بالضرورة القبول، لكنه شرط اساسي في التعامل. اول حاجة لازم نتفق عليها انه اي نصيحة او رأي انا او غيري بنقدمه لك انت حر بنسبة 100% تقبله او ترفضه. انا مش بفرض عليك رأي ولا بقولك لازم تمشي على اللي بقوله. عجبك الكلام اهلا وسهلا، مش عجبك تقدر بكل بساطة تتخطاه او ترفضه باسلوب محترم. دي حرية شخصية مطلقة لأي انسان. لكن المشكلة بتظهر لما الشخص اللي قدامي يحس ان لمجرد اني اختلفت معاه في الرأي او قدمت له نصيحة ما عجبتهوش، يبقى ده اذن مني ليه انه يقلل ادب او يهين او يكتب كلام جارح. هنا بقى بيحصل الغلط الكبير. طالما اني كلمتك باحترام وبدون تجريح، فانت مجبر تحترم الاطار اللي اتقال فيه الكلام حتى لو رافض المحتوى نفسه. قلة الذوق في الرد مش صراحة ولا قوة شخصية منك، دي ببساطة انعكاس لاسلوب وتربية اللي قدامك. في النهاية السوشيال ميديا ومجتمعنا محتاجين نرجع لقاعدة اساسية، وهي اننا نختلف براحتنا لكن من غير ما نجرح بعض. شاركونا برأيكم في التعليقات. هل بتحسوا ان ثقافة الاختلاف بدأت تختفي؟ وموقف زي ده تتعاملوا معاه ازاي؟ دمتم بخير واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.